السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد كله نشاط كده وحيويه وحماس، وان شاء الله ايه هنظبط بقى ايه كل اللي ورانا ان شاء الله. فانت لو لسه بادئه معانا قومي كده اتحمسي وخلصي بقى كل اللي وراكي بعد الفيديو ان شاء الله، هيديكي حماس ونشاط. بصوا بقى، انا امبارح كان المنطقه هنا يعني كان فيها تراب جدا، فكان عندي البلكونه كانت متطربه، اللي هو الاسلاك اللي هي احبال الغسيل. تمام. فقمت بقى صبحيه كده، انا كنت مشغله الغسله من امبارح بالليل قبل ما انام، غسلتها وقلت لما اصحى صبحيه ايه انشرها يعني، لان كان عندي، يعني عارفه النهارده انا هشغل الغساله كذا مره، فقلت عشان مبقاش ضغط عليها مثلا مرتين ثلاثه في اليوم، يبقى مثلا مره بالليل ومره الصبح او مرتين الصبح. فبس هي العيب بس ان انت لما بتيجي تشغلي الغساله بالليل، ان الغسيل بيبقى طالع معاكي مكسر شويه. تمام. فلو هدوم بيت عادي، لو انت مثلا هدوم عبايات سودا، هدوم كروب كده، يستحسن يعني انت تغسليها وتنشريها على طول. بص بقى، كان في حد سألني على منشر الغسيل دوت. منشر الغسيل دوت عبارة عن زي معدن من جوه ومتغطي بطبقه كلها بلاستيك من بره، يعني ما فيهوش اي قلق خالص على الغسيل او يصدي او كده. عايزه اقول لكم ده حلو جدا، انا مجرباه من 5 سنين مثلا. يعني انا اول ما اتجوزت كنت متجوزه بالعادي، اللي هو المنشر البلاستيك، اللي هو الحبل البلاستيك ده، بيدوب مع الوقت وبيقع وبيتقطع وكده وبيلم تراب. مثلا بعديها، مثلا بعد ما اتجوزت بسنتين مثلا، او يعني فتره كده قعدت يعني فتره فيها، يعني عايزه اقول مثلا 5 سنين مثلا ما ايه مستخدماه. عايزه اقول لكم مثلا جبته وكنت في الشقه القديمه كان عندي النوعيه ديت. النوعيه دي كنت جايباها من 5 سنين مثلا، كانت ب 30 جنيه اللفه. هي اللفه كده تقريبا بتبقى مثلا 50 متر او بالكيلو، مش فاكره بالظبط، بس انا ايه كنت جايبه لفه كده. اللفه دي كانت ب 30 جنيه. لما جيت اعمل هنا في الشقه اعمل المناشر، جبت اللفه ديت ب 150 جنيه. يعني شوفوا بقى فرق اسعار، يعني فرق لا يعني فرق زمن، فاهمين قصدي؟ فطبعا كل حاجه بتغلى. فجبته بقى هنا بصراحه عشان انا كنت متعوده عليه في الشقه التانية، وكان حلو بصراحه معايا ومش بيصدي ولا بيعمل اي حاجه. وبعدين برضو في نفس الوقت هو بيستحمل بقى ايه معاكي الحاجات التقيله، فبصراحة حلو يعني. فهنا بقى ركبته كان عامل 150 جنيه، وبصراحة هو حلو جدا يعني. بيتلمع معاكي بسهولة بسرعة، يعني لما يكون في تراب أو حاجة ومعاكي حتة مبلولة بينضف معاكي بسرعة. فقلت بقى اما انشر الغسيل، لأن اليوم النهاردة طويل وفيها كذا حاجة تتنشر معايا، فأنا ايه كنت يعني عايزة ألحق اليوم من أوله. أنا طبعا قمت الصبحية وفطرت أنا والبنات وخلصت اللي ورايا، اسمه دوت. قلت بقى خلاص بقى اخش واشوف بقى الشقة ناقصها ايه قبل ما واحد ما يكسل. لما الواحد بيبقى قايم في الشتاء كده، يعني جو الشتاء ده، هو بصراحة أنا بحب الشتاء جدا. بس هو أوحش حاجة بس فيه إن الأطفال يعني إيه، العيال الصغيرة بتتعب بسرعة. بس برضه أنا من جوايا لأ بحب الشتاء بصراحة. فقلت بقى إيه، ومتحمستي كده وشغلي جسمك عشان واحد إيه يجيله نشاط كده وحيوية. فأول حاجة قلت بس هنشرها معايا الغسيل عشان خاطر أخلص منه ويلحق يتهوى، عشان إيه يعني فيه كذا حاجة هغسلها، فأنا عايزة إيه الدنيا تتنشر. تمام. فبس كده، فقلت بقى ايه خلاص خلصت الغسيل. فقلت بقى اما اشغل الغساله، كان عندي بقى قلت ايه في كفرته. انتوا عارفين طبعا ان الجو خلاص سقع، انا كنت ساعات ايه ببقى لو جو حر نستغطى بكفرته، الجو ساقع قوي بستغطى باللحاف. فخلاص مثلا الاسبوع ده خلاص بقى معانا اساسي اللحاف، فانا قلت خلاص بقى اغسل الكفرته غسله كويسه واسمه دوت، ويعني وايه يعني وانشرها وخلاص بقى، يعني اغلفها واشيلها بقى في ايه مثلا فوق دولاب، في الدولاب مثلا في رف او كده، فعشان تبقى ايه بعيده عن ايديا. بصوا بقى اوضه الاطفال ما تتخضوش من اللي هتشوفوه. دي اوضه الاطفال عندي بعد ما عيالي ما روقوها. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا قلت للبنات ايه انا هخش اروق لكم الاوضه، فمعلش لموا لي كل اللعب اللي فيها، عشان انا يعني هروقها لكم وهمسح وايه وهغير الملايات وكده. فهم مشكورين شالوا لي الملايه والغطا المخده أنا اللي شلته عشان هم مش عارفين يشيلوه. فشالوا لي الملايه ولموا لي اللعب. طب اللعب دي ايه، هم زهقوا هم بيلعبوا من اللعب ففردوا لعب تاني. فاهمين قصدي؟ فهو يعتبر ان هي كده بنتي بتقول يا ماما انا خلاص روقتها، انا تعبت ومش هقدر الم اكتر من كده. فقلت بقى خلاص بقى كفايه عليهم كده، فقلت بقى ايه اخش بقى انا اظبطها بقى. فنفضت لهم الاول السرير انا عايزه ادفيه ليه، لان السرير ده كان يبقى عليه ملايه، الملايه دي في السقعه بتبقى سقعانه شويه كده. فبحس ان لما احط الدفايه اللي هي الدفات اللي هي الفرو او القطيفه ديت، بحس ان هي بتدفي جدا. فقلت لا الجو بصراحه سقع عليهم، فلا خلاص كفايه بقى كده. قلت بقى لازم افرش دفايه يعني على السرير بتاعهم. فمسكت بقى السرير بتاعهم، نفضت تنفيضه كويسه وشلت الملايه القديمه، وهم بصراحه اللي شالوها يعني.
واسمه دوت ونفضت الكفر بتاعهم الاول، وبعد كده بقى ابتديت افرش ملايه. هتقولي لي ليه بتفرشي ملايه تحت الدفايه؟ هقول لكم بحس ان يعني ايه، لو واحده مثلا اتشالت او مع حركه البنات ما يبقاش السرير مثلا على الكفر على طول، يبقى معاه تحتيه حاجه يعني. فانا بفرش الملايه، هي اي نعم مش بتبان، بس بحس ان هي كده امان بالنسبه لي اكتر. فبفرش الملايه واسمه دوت وبحط عليها بقى الدفايه. الدفايه بقى دي بصراحه ان مش دفايه اوضه اطفال، الدفايه دي انا ببقى جايباها للسرير الكبير عادي. بس بحب افردها على السرير بتاعهم ليه؟ لان هي بتبقى يعني مقاسها كبير، وبتبقى داخله كده من الجناب وتبقى حلوه. بصوا بقى البوز دوت بتاع المخدات دوت، انا كنت شفته في محل بتاع ادوات منزليه الواحد ب10 جنيه. فجبت بصراحه اتنين حلوين جدا، ويعني بقالي فتره مثلا بستخدم فيهم. حلوين وبأستك كده وبيتلبسوا على طول، وسعرهم بصراحه رخيص جدا. فبستخدمهم هنا عند اوضه الاطفال يعني. وبرضو عامله منهم عندي منهم في اوضه النوم، بس ما كانوش، كنت انا اللي مفصلاهم بس من غير استك، فحاسه ان الاستك هنا احسن بصراحه. كده خلصت لهم بقى السرير خلاص، وهفرش لهم بقى اللحاف بتاعهم يعني. وكده خلاص ايه، خلصنا السرير. اخش بقى على إيه، على اسمها ايه، على الارض. الارض بقى عندنا يعني ايه، في لعب وفيها حاجات وكده، فانا كده كده هلم ايه كل دوت وهظبطه. وكمان ايه، الارض مليانه بقى ايه، عارفين هم يعني اللي عندي العيال بيلعبوا ازاي، اي ورق يمسكوه يقطعوه مثلا ويكتبوا مثلا عليهم ايه، جنيه 2 جنيه 3 جنيه، يعني بيعملوهم ان هم فلوس. ويقعدوا مثلا بقى ايه اكنهم بيبيعوا لبعضيهم. يعني ليهم لعب كده، المجمل اللعب ده بتاعهم يعني بيبوظ في اخر الاوضه. فتحس ان انت تخش تلاقي زباله ورق كتير، اقول لهم ايه ده، انتوا عاملين ايه في الاوضه؟ تقول لي يا ماما ترميش حاجه، دي فلوسنا. فاللي هو ايه يا جدعان، انا يعني بالنسبه لي ده ورق عايزه ترمي، راسمين رسومات مثلا في كل ورقه حته وكده. إيه لا يا ماما ما ترميش حاجه. فانا بعمل بقى ايه، بريحهم واسيبه لهم مثلا يوم، يزهقوا منه تاني يوم من داخله لما كله ومرميهم، بصراحه ما بيسالوش عليه. بصوا بقى الرف اللي احنا عملناه مع بعضينا بقى، عايزه اقول لكم يعني حلو بصراحه، البنات فرحانين بيه جدا ان انا حاطط لهم عليهم اللعب من فوق. بس انا لسه ان شاء الله عايزه اظبطه. إيه عايزه بقى باذن الله يعني ايه، اجيب له مثلا ستيكر كده خشبي، إيه اغلفه بيه. وبعدين بقى اجيب لهم مثلا زرعه مثلا كده ورده او حاجه، يعني تحط فوق تبقى منوره كده في الاوضه. وبفكر برضو البطه ديت، عايزه اجيب لها الشابو بتاعها. هو كان في ليها شابو بس البنات يعني طبقوه وكسروه. فانا عايزه اجيب لما انزل عتبه ان شاء الله اجيب لهم شابو جديد، إيه عشان يبقى ايه الاضاءه ما تبقاش عاليه عليهم وهم نايمين. فبصوا بقى دخلت بقى اسمه ايه الشباك ماشي. بص بقى، انا كنت في الشقه التانية كان عندي كله انوموتيل، فكنت بحس ان انوموتيل تنظيفه اسهل. ده بصراحه بقى يعني ايه، بصوا هو عشان كان فيه عفاره كده مطرب، فبتنضفي مثلا الازاز من جوه ومن بره، الشيش من جوه ومن بره، الحلق داير ما يدور، غير الانوموتيل بصراحه. فيلا الحمد لله ان شاء الله بعد بس ما نغيره باذن الله. بص بقى هنا لمعت لهم الكومودينو، وشلت بقى اي حاجه على الارض ابتديت احطها. برضو انا عندي من ساعه ما نقلت برضو اللي هي مروح ديت، عندي عايزه اغسلها برضو واشيلها، بس انا مش عارفه اشيلها فين بصراحه. فبفكر ان انا احطها تحت السرير اوضه النوم، هو فاضي. فبفكر ان انا اشيلهم تحتيه، بس خايفه بصراحه مثلا لو ميه ضربت او حاجه يبوظوا او ايه. فبفكر برضو ان انا ممكن احطهم مثلا في كيس كبير بلاستيك واربطه عليهم واحطهم. فقولوا لي برضو هيبقى كويس ولا ده غلط ولا ايه؟ يعني انتوا بتعملوا فيهم ايه، بتشيلوهم ازاي طيب؟ تمام. جيت بقى عملت الارض بالمكنسه، قلت تلمي فيها اي ترابه ناعمه او اي حاجه في المكنسه في السجاده يعني، عشان بقى ايه ابدا يعني اكنس وامسح لهم ايه الارض. بصوا انا يعني برضو السجاد دوت انا عايزه ان شاء الله برضو يعني حبه كده واغسله. بس انا برضو يعني مساحته مش عارفه، حاسه تبقى كبيره على الحمام. فبقى ان شاء الله عايزه اغسله، لان هم بيلعبوا بصلصال وسلايم وحاجه كده، فبحس ان هي ايه بتبقع معاهم السجاد يعني. فاسمه دوت يعني ايه، ان شاء الله بس حبه كده وممكن اغسله يعني، او اوديه مثلا ايه دراي كلين يدلسله او كده. بصوا بقى جبت هنا بقى خلاص شلت السجاده بقى، وقلت بقى هكنسها كنسه كويسه وامسحها لهم مسحه عميقه يعني، علشان ايه تبقى نضيفه يعني. هم هنا بصراحه ما بياكلوا يعني، ما حدش بياكل هنا ولا حاجه. بس برضو وارد ان هم مثلا يبقوا عاملين مثلا سندوتش او حاجه، والاقيهم داخلين ياكلوا مثلا في الاوضه او كده. فممكن برضو فتافيت اي حاجه تقع بجيب من تحت السرير. والحلو في السرير دوت ان هو مفتوح من تحت وبيخش بيدخل من تحتيه مقشه يعني، عشان لو اي لعبه او اي حاجه او اي ورقه جريت منهم اعرف ايه اجيبها.
غير بقى السرير اللي هو كان القديم بصحارة كده، ما كنتش باعرف ادخل المقشة فيه، فكنت لما اجي افتح السرير بقى واشيل المولل وكده كنت يعني باتصدم بكمية الورق والتراب والحاجات اللي هم ايه داخلة واللعب وكده وحاجات صغيرة بتخش وبتجري جوه. فالسرير هنا بصراحة لا مفتوح، وبقدر ان انا ممكن مثلا اجره واطلعه كله بره واكنس من تحتيه او ادخل من تحته المقشة. فبصراحة ايه يعني كله يعني بيتنضف يعني قصدي بسهولة. وبرده فرحانة ان هو عجبكم لما كنت مصوراه في الأوضة لما كنت أول مرة نفرشها بعد العزال. ناس كتير عجبتها الفكرة ان هو يعني السرير بدرج بيتفتح من تحت موفر المساحة. فبصراحة لا هو حلو وعملي كمان. طب انا ليه النهارده ما غيرتش الملاية بتاعته او مش بغيرها ليه؟ لان انا السرير ده مش بنفتحه، ويعني من ساعة ما جينا هنا احنا ما فتحناهوش ولا مرة ولا نمنا عليه. فعشان كده هو نضيف يعني، فانا يعني سايباه زي ما هو كده، حاطه عليه ملاية يعني كاسية المرتبة. وفي نفس الوقت سايباها يعني إيه تبقى امان. وخلاص ما حدش بيجي جنبه، فما باغيّرهاش مثلًا غير بقى كل فين وفين لمّا احس ان يعني هي اتطربت أوي. فهي إحنا يعني بالنسبة لي لسه مش متطربة ولا حاجة، وهي متدارية أصلًا، فبالنسبة لي يعني أمان ونضيفة. جبت بقى الجردل وقُلت بقى هامسح الأوضة مسحة كويسة. يعني المسحة دي بابقى حاطة فيها معلقة كلور، مش معلقة غطا كلور في المَيّة، في نفس الوقت بيبقى تعقيم يعني. هو ما بيبقاش ليه ريحة أو حاجة أو أنتم مش هتشموه أو كده، بس بالنسبة لي أنا يعني نفسيًا بيبقى باحس إن هو إيه، بيعقّم الأرض، بالذات إن أنا عندي لسه بيبي صغيرة بتزحف، فإيه لو مشيت على الأرض أو حاجة يبقى الموضوع متعقّم يعني والأرض نضيفة أو كده. بس بقى لمّعته بقى تلميعة معتبرة تمام. فخلاص كده بقى إيه، هاسيب بقى الأرض بقى تنشف وتتهوى. كانت هي بقى اللي في الفترة دي الغسالة كانت عمّالة تصفّر إن هي خلّصت. فأنا كنت عايزة إيه، اليوم ما يجريش منّي ألحق برضه أنشر اللي هي اسمها إيه، الكوفرتة تمام، عشان هي تقيلة. فقُلت إيه ألحق أنشرها يعني أول ما تخلص يعني على طول أول ما الغسالة تصفّر. بُصّوا بقى هنا خلاص لمّعت كلّه. هاسيب بقى الأوضة تتهوى تهوية حلوة كده وإيه تنشف براحتها، عقبال ما أنا إيه أطلّع يعني الكوفرتة واروح انشرها بقى على المنشر عشان تتهوى هي كمان. بصوا انا كنت عشان نشرة الصبح، فيعني نص المنشر عندي مليان تمام. فانا ايه هنشرها على اليمة التانية يعني من نص المنشر التاني، عشان خاطر ايه بس تتهوى. هي اي نعم هي طويلة يعني عريضة بتاع السرير كبير. فانا هكشكشها كده على جنب يعني لغاية بس ما ايه الغسيل التاني يتهوى والمه، وبعدين مثلا ايه على المغربية كده مثلا ولا حاجة افردها بطول البلكونة كلها تاخد الهوا بتاع بالليل. فاهمين قصدي؟ فهي مكشكشه ليه كده، مكشكشه عشان بس في غسيل تاني هيتشال، ولما يتشال بقى ايه هسيبها تتهوى براحتها ايه لوحدها لحد اخر الليل يعني. بس بقى كده يعني خلاص نشرت الغسيل ونشرت الكوفرتة وسايباهم خلاص كده يتهووا، وانا الحمد لله كده يعتبر الأوضة خلصت معايا. بصوا هنا الأوضة كانت نشفت خالص وكانت اتهوت، وانا كده كده اصلا فاتحة الشباك. يعني احلى حاجة بصراحة في الشقة هنا، انا شقتي القديمة كان أوضة الأطفال بس الوحيدة اللي كان فيها الشباك على الشارع، وكانت أوضة النوم على منور. إيه كان الصالة كانت في النص، فما كانتش الشقة عندي متهوية. هنا بصراحة الوضع مختلف جدا. يكفي بس لما تصحي من النوم كده وتفتحي الشباك والدنيا تنور، تحسي انت مش محتاجه نور اصلا او محتاجه يعني مش محتاجه اضاءه يعني في الشقه جوه. يعني انا هنا كده بعمل لكم بصور الفيديو ده كله كده على بس نور الشباك. فانتم متخيلين بقى يعني ما شاء الله يعني كميه هواء بتخش حلوه، كميه يعني ايه تجديد طاقه كده في الاوضه بتبقى بصراحه حلوه جدا، وفي نفس الوقت الاوضه بتبقى متهويه. بصوا بقى هنا خلاص كده خلصت وفرشت كل حاجة. فقلت بقى هرجع كل حاجة مكانها. بصوا انا هنا السرير دوت كانت وهي بنتي صغيرة كانت بتقعد عليه. لما بدأت تزحف بصراحة ما بقتش تقعد عليه قوي، بس يعني ساعات بتقعد فيه كده تتمرجح وتبقى فرحانة بيه. بس تقعد عليه دلوقتي لا مش بنسبة مش بوقت كبير. فدلوقتي بقينا بنستخدم المشاية اكتر من السرير. فتحسوا ان الحاجات معايا في الأوضة ايه كترت يعني ايه. انا كمان عندي كمان عجل وسكوتر وكده، بس دول شايلهم فوق في البلكونه بتاعه الخدمات. بس بالنسبه لي هنا المشايه والسرير الصغير وكده ممكن نستخدمهم، فانا حطاهم في الاوضه. فانا دي بقى الفكره ان بقول لكم ان السرير لو حطيته سريرين مبيبقاش في مكان تاني، مفيش نفس في الاوضه انك تحط اي حاجه تاني. بصوا بقى انا عندي بنتي الكبيره في تانية ابتدائي خلاص خلصت الحمد لله التقييم بتاعها وخلاص قعدت وكده. تقريبا كل الناس دلوقتي خلصت التقييم المبدئي يعني وخلاص ايه قعدت. فقلت بقى ايه بالمره بقى طالما قعدت في البيت اطلع كل الشنطه بتاعه المدرسه، فضيتها من كل الكراريس والكشاكيل وكده، علشان بقى ايه قلت هغسلها يعني غسله كويسه تبقى نظيفه، تتشال بقى للترم التاني انا على خير، بس تكون ايه يعني تتشال نظيفه يعني. بالذات ان بنتي ما شاء الله مرمطاها يعني، تحسوا ان هي يعني بتجرجرها مش بتشيلها. معرفش بقى انا بنتي لوحدي ولا كل عيال كده، بس يعني ربنا يصلح حالهم يا رب. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم بقى ايه، هي كانت فعلا حرفيا كانت متدمره يعني. بصوا هنا
الأوضة خلاص بعد ما فرشتها، حطيت الكتب اللي هي كانت في الشنطة بتاعتها على الكومودينو بس مؤقتًا لحد ما إيه ما اخلّص الشنطة يعني وتنشف وكده، وارجع احط لها حاجتها فيها بقى وإيه واشيلها لها إن شاء الله الترم التاني. فبقى إيه إحساس بقى رائع بالنضافة. بُص بقى إيه حوار إن أنا أقفل الشيش دوّة ساعة العصرية كده، تحسّوا إن بيرجعني بالزمن لورا والله، تحسّوه كده من أيام الزمن الجميل. بس خلّصنا على خير بقى، وقُلت بقى أروح أفتح الغسالة بقى إيه أشغّل المرة دي على اللي هي الشنط. الشنط دي أنا باشغّلها هي والكوتشيات على إيه، باشغّلها اللي هي على الساعة اللي هي قصدي على الغسلة اللي هي بتبقى نُص ساعة، وبتبقى بمَيّة ساقعة بس، يعني ما بتبقاش فيها لا مَيّة سخنة ولا بتبقى فيها يعني إيه، وقت كبير في غسل وشطف وغسل وشطف، لأ هي بتبقى نُص ساعة بس، وبيبقى مسحوق عادي خالص. بتطلع معاكِ بصراحة نضيفة وكل حاجة. أنتم بقى لو عايزين تشغّلوا عصر شغّلوا، مش عايزين تشغّلوا ما تشغّلوهوش، بس إحنا في الشتا شغّلته بصراحة عشان تنجز معايا في الوقت إيه وتلحق تنشف معايا. بُصّوا بقى هنا المشّاية هنا في الطرقة، طبعًا إحنا كنا بقى لنا فترة كنا بنركّب بقى حاجات بالهيلتي وبنمعجن ونشارة وكده، فتحسّوا إن الدنيا على السجادة برضه السجادة واخدة طبقة تعفيرة كده، يعني ما تحسّوش مش حاسّاها بزهوة اللي أنا كنت جايباها. فأنا قُلت لأ يا بنتي الحقيها بقى بسرعة قبل أمّا يعني إيه ما الدنيا تيجي عليها يعني وتبقى خلاص مش قد كده. فقُلت لأ يعني كنستها كنس بالمقشة وقُلت بقى إيه هاريّحها في البانيو مثلًا 3، 4 ساعات وبعد كده بقى إيه أغسلها. يعني قُلت إيه عارفين أنتم لمّا حاجة تبقى نضيفة وتبقى إيديكم فيها أحسن ما تبقى تتساب وتتبهدل معاكم وتاخد معاكم وقت في التنضيف يعني. بس بقى فكده غسلت ولميت بقى، جيت هنا بقى مليت البانيو، حطيت في البانيو إيه حطيت مسحوق عادي خالص، حطوا بقى اريال، برسيل، أي اللي أنتم عايزينه يعني، مسحوق عادي وحطيت حبة shower gel يدّوا ريحة كده ويبقى الدنيا ناعمة إيه مع يعني تبقى ملمسها ناعم عشان هي أصلًا تحسوها زي قطيفة كده. بُصّوا بقى هنا خلاص سِبتها تتنقع وخلاص شغّلت الغسالة. عايزة أقول لكم هي ما شاء الله كانت نُص ساعة وكانت خلّصت يعني. بُصّوا بقى ما شاء الله طالعة بتلمع كده ونضيفة تحسّوها كأنها لسه جديدة. يعني بصراحة تحسّوا حوار الغسالة بصراحة دوّة في الكوتشيات والشُنط بيطلّع الحاجة نضيفة جدًا. تحسّوا إن ما أعرفش أنا كنت غاسلاهم كويس بس تحسّوا إن زي في منديل أو حاجة كده وبّر عليهم بس عادي يعني هي لمّا بتنشف بيطلع على طول. بُصّوا بس بصراحة كل حاجة فيها ما شاء الله بقت منوّرة ونضيفة، تحسّوها كأنها لسه جديدة. الشنطة دي ساعات بيروحوا بيها الدروس برضه حاططها معاهم، بصراحة برضه نطفت وبقت منوّرة أوي. بس ده الفيديو بتاعنا النهارده واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.